السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذه الدقائق المباركة في هذا اليوم العظيم، أعظم أيام الأسبوع، وهذا الوقت هو أعظم وقت هذا اليوم، فنعيش أعظم يوم ونعيش أعظم ساعات هذا اليوم، وهي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، والتي عظم الله سبحانه وتعالى فيه هذا اليوم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيه ساعة عظيمة أخفى عنها الأمم السابقة، فظن اليهود بأنها يوم السبت، فأكثروا من العبادة يوم السبت، وجعلوا يوم السبت يوم راحة وإجازة. والنصارى اتخذوه يوم الأحد، ظنوا أن هذه الساعة هي في يوم الأحد، فعظموا ذلك اليوم، ولذلك إلى اليوم يتناقله الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، يعظمون ذلك اليوم يوم الأحد. ولكن هذه الأمة أمة مرحومة، ولكن هذه الأمة أمة مرحومة، فالله سبحانه وتعالى أطلع نبيها صلى الله عليه وسلم على هذه الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه وحي من السماء بأن أعظم يوم هو يوم الجمعة، وأن أعظم ساعة فيه هي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. وأيضا هذا اليوم الله سبحانه وتعالى باركه وعظمه، فجعل وجودنا نحن الذي أصله آدم عليه الصلاة والسلام، جعله عصر يوم الجمعة. فإن الله جل في علاه قد ابتدأ خلقه يوم الأحد ويوم الاثنين، حيث خلق الله الأرض، ثم خلق السماوات في يومين بعدها، ثم دحى الأرض دحوا، أي أنه شق الأنهار وأخرج الأشجار وأرسل الجبال، وجعل هذه الأرض صالحة للحياة. وفي آخر يوم من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس خلق الله سبحانه وتعالى آدم في الملأ الأعلى، يعني خلق الله عز وجل آدم فوق في السماء، الله أعلم حيث يكون هذا المكان. أما خلق الله لآدم فإن الله قد قبض من كل ناحية من الأرض قبضة، ولذلك ترى اختلاف الناس في طبائعهم لاختلاف طبائع الأراضي، فهناك بعض البلاد أراضيها سهلة، وبعضها سبخة، وبعضها طينية، وبعضها حارة، وبعضها باردة، وبعضها صخرية، فجمع الله عز وجل من كل نواحي الأرض جمعا بيده المباركة سبحانه وتعالى، ثم وضع فيه الماء فأصبح طينا، ماء وتراب أصبح طينا، ثم أحمي عليه بالنار حتى أصبح صلصالا متماسكا كالفخار. خلق الإنسان من صلصال من فخار، حيث أحمي عليه بالنار حتى أصبح صلصال أجوف ليس فيه شيء، أجوف ليس مصمتا، ليس صمدا، وإنما أجوف. ثم خلق الله في آدم ما فيه في جوفه، ثم نفخ الله عز وجل فيه الروح، والله أعلم كيف حصل هذا، ولكن هذه الروح خلقها الله، ليست هي روح الله. ونفخت فيه من روحي، أي التي خلقتها، وليست هي روح الله سبحانه وتعالى التي هي صفة من صفاته. فخلق الله آدم فتحرك آدم، وقبل أن يتحرك آدم في السماء، قبل أن يتحرك، الشيطان رأى عناية الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق. الشيطان رأى عناية الله بهذا المخلوق، فقال إن هذا خلق لأمر عظيم، فتحرك ودب الحسد في قلب إبليس. أول معصية حصلت
في الخلق كله معصية إبليس وهي الحسد. داء الحسد بدأ من إبليس في أول معصية، وهذه من أخطر أنواع المعاصي. فحسد إبليس آدم فأصبح يدور عليه وينظر ويقول لأغوينه وبعزتك يا ربي. انظر، يقول هذا الكلام قبل أن يتحرك آدم وتنفخ فيه الروح: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في أول الخلق حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، فدخل من دبره وخرج من قبله وهو يتحرك وهو غاضب حاسد، فحرك الله آدم سبحانه عليه الصلاة والسلام، فتحرك آدم وأصبح حيا بعدما كان جمادا. ثم بعد فترة الله أعلم بها لا نعلم، أخرج الله حواء من القسم الأيسر، من هنا خرجت منه من ضلع وأصبحت مائلة تميل، كلما ازدادت طولا ازدادت بعدا وميلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن النساء كأمهم حواء، إن تركت المرأة تركتها اعوجت، وإن أردت أن تعدلها انكسرت. قال إن أردت أن تقيمها انكسرت، وإن تركتها اعوجت. هذه تلك المرأة من حواء إلى آخر امرأة، هكذا تكون دائما معوجة، ليست قائمة وإنما معوجة. إن تركتها تزداد عوجا، رأيها ضعيف، وكثيرا ما تخطئ برأيها، وعاطفتها ضعيفة، يعني ممكن أن تخدع المرأة، ممكن أن تغش المرأة. ولذلك حق للرجال أن يبعدوا النساء عن الرجال، لأنهن ضعيفات الخلق، مخلوقة من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، ثم انفصلت عنه. الله سبحانه وتعالى شاء الله سبحانه وتعالى أن يأمر الملائكة والشيطان كذلك أن يسجدوا لآدم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمرهم أن يسجدوا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أما الشيطان الذي خلق من نار فإنه رفض أن يسجد، خالف شرع الله وأمر الله بعقله، ومن حكم العقل أمام الشرع فإنه يضل ويزداد ضلال. قال إبليس، انظر ماذا يقول، يعني أراد إبليس أن يحكم عقله، فقال: يا رب كيف أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وخلقتني من نار؟ يعني النار أفضل من الطين. ومن قال بأن النار أفضل من الطين؟ إبليس. حتى ولو كان النار أفضل من الطين فإن الله هو الآمر، فيجب على من أمر أن يسمع الله سبحانه وتعالى ويستجيب له. فالله سبحانه وتعالى أنزل آدم وأنزل حواء أنزل من فوق إلى أسفل، وأودعهم الجنة، فدخل آدم ودخلت حواء ودخل إبليس. إبليس دخل معهم الجنة وهو يحمل الحسد، فقال الله سبحانه وتعالى: ادخل يا آدم، ادخل يا حواء، كلوا ما شئتم من أي نوع تريدون، وفيها الأنواع المتكاثرة جدا، إلا هذه الشجرة لا تقربوها ولا تأكلوها، ما عداه كلوا. المحرم واحد والمباح كل شيء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. المحرم صنف واحد والمباح كل شيء في الجنة. فآدم وحواء بدأوا يأكلون ويشربون ويتنقلون وهكذا في أحسن حال. لا إله إلا الله، كنا في صلب أبينا آدم في الجنة، وشاء الله سبحانه وتعالى ما شاء في هذا الخلق. أصلنا في الجنة وكنا في الجنة، والله أعلم ما هي هذه الجنة، هل هي جنة عدن أو جنة أخرى؟ السلف اختلفوا فيها، فالله أعلم. أمر قد قضي وانتهى فلا نناقش فيه. هم في جنة، الله أعلم أين هذه، وهل هي الأخرى التي وعدنا بها أو غيرها، الله أعلم.
أكل آدم وحواء زمنا طويلا حتى دخل حب الجنة في شغاف قلوبهم، أحبوها محبة شديدة. وفي زمن من الأزمنة والإنسان كلما يبتعد عن النصيحة ويبتعد عن التوجيه ويبقى أيام تلو الأيام فإن النسيان يعتريه وإن الغفلة تغشاه. فجاء إبليس يقول: يا آدم ما رأيك في الجنة؟ قال: إنها جميلة وإنها جيدة. قال: أقسم بالله أنك لو أكلت من هذه الشجرة فإما أن تكون ملكا كالملائكة أو تكون على الأقل خالدا فيها لا تموت. هذه شجرة يا آدم أنصحك من أكل منها فإنه لا يموت، يخلد، أو يكون ملك، لأن هذه شجرة عظيمة. نسي آدم نهي الله أن يأكل منها، نسي، ليس معصية لله ولكنه نسيان، نسي وغفل كما ينسى أولاده. فأكلا من هما؟ آدم وحواء. فلما أكلا منها سبحان الله تحركت الشهوة فيهما، تحركت شهوة ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، ولم يكون ذا لباس، لم يكون يعني ينظر كما الصغير إذا كان عمره 2 وبنت عمرها 2 وليس عليهما لباس، هل يتحرك فيهم شيء؟ أطفال لا يدرون. هكذا كان آدم وحواء، لا أحد ينظر له. فلما أكلا منها بدت، ظهرت لهما سوآتهما، يعني أحس بالحياء وأحست بالحياء، وطفقا كل واحد يهرب من الثاني ويختفي بالأشجار، فأصبح آدم يأخذ من الشجر ويغطي، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، كل واحد يخبئ عورته وسوءته بأوراق الأشجار. ثم عاش. الله سبحانه وتعالى قال: لما أكلتما؟ قال: ربنا نسينا يا الله، نسينا يا الله، أخطأنا بلا شك نسيانا. فقال الله: يا آدم سوف أنزلك أنت وحواء والشيطان وانتبها فإنه سيتعرض لكم مرات ومرات، أوصوا أولادكم بأن أعظم عدو هو الشيطان. فنزل آدم ونزلت حواء ونزل الشيطان إلى الأرض. الشيطان ما زال حيا، أبونا آدم مات وبقي نسله، وأمنا حواء ماتت وبقي نسلها، يتوارثون هذا الأمر بأن الشيطان عدو لكم، وقد قسم وحلف بالله أن يضلكم، فانتبهوا، انتبهوا منه. فعاش آدم وعاشت حواء في الأرض، فحملت حواء وأنجبت ابنا وبنتا، ثم حملت وأنجبت ابنا وبنتا. وكان في شرع آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي وهو أبو الأنبياء وأول الأنبياء وأول الخلق، كان من شرعه يجوز لأحد البطون أن يتزوج من البطن الآخر، فيجوز أن يتزوج بأخته التي لم تولد معه بل أنجبت قبله أو أنجبت بعده، هذا في شرع آدم يجوز. فتزوج أحدهما من أخته والثاني تزوج من أخته، وهكذا بدأ يتكاثر النسل. فأقول بأن آدم عليه الصلاة والسلام ولد في أي يوم؟ يوم الجمعة. وفي أي ساعة؟ آخر ساعة من يوم الجمعة مثل هذا اليوم. ولذلك هذا اليوم من أعظم أيام الأسبوع، وخير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. للأسف لما تغلب الكفر على الإسلام وأصبح الكفار هم الذين يوجهون العالم، أصبحوا يوجهون حتى معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فتقبل المغلوب من الغالب، فأصبح كثير من بلاد المسلمين يعطلون أعمالهم يوم السبت أو يوم الأحد، ويشتغلون في يوم الجمعة، وينشغلون يوم الجمعة
عن أعظم شيء خلقوا له وهو الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. قال ابن عباس أي ليوحدوني، أي يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فلما عظم هؤلاء الكفار تلك الأيام نحن تبعناهم، وسوف ندخل جحر الضب الذي دخلوه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني من إن لم يكونوا اليهود والنصارى؟ ونحن اليوم نتبع اليهود في تعظيم السبت، ونتبع النصارى كذلك في تعظيم يوم الأحد، فأصبح المسلمون يأخذون إجازة إما يوم السبت أو يوم الأحد أو حتى يوم السبت والأحد، ويعملون يوم الجمعة ولا يتفرغون للعبادة واستقبال هذا اليوم العظيم بالذكر والتسبيح والطهارة والصلاة والزيارة والعيادة وغيرها من الأعمال التي تعظم في هذا وتتضاعف في هذا اليوم العظيم المبارك. وإني أهيب بكم أيها الإخوة الكرام أن تستغلوا هذا اليوم، كل يوم يأتيكم وبالذات بعد العصر، أن تستغلوه بالدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، وأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولأبويكم ولإخوانكم وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تكاثر عليه الدعاء وألح الناس بالدعاء فحري بباب قد طرق مرارا وتكرارا من رب يحب ذلك أن يستجيب لنا ما نريده وما نحبه منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فإن كان هناك بعض الأسئلة، وإلا نرتاح لنستعد لهذه الساعة العظيمة المباركة، فنعطيكم بعض الوقت لبعض الأسئلة. نعم شيخ. عندما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فمن أين عرف الملائكة أن آدم سيفعل كما قال الملائكة؟ من يقوم بالترجمة؟ الأخ السوداني ممكن يترجم، تنظرون كيف اللغات الأندلسية عنده، تستطيع أن تترجم؟ كيف؟ ترجم أنت هنا وشوف، انظر هل سمعت سؤاله؟ ترجم السؤال. أعد السؤال. يقول قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومن أين عرف الملائكة أن آدم سيفسد في الأرض؟ أعطيني ترجمة، أختبرك بالترجمة فقط، يعني أشوف. Allah berfirman, wahai malaikat, aku mencipta manusia atau insan Adam dulu. Malaikat bertanya, kenapa mencipta orang kita Adam? Dia mungkin membuat sesuatu yang buruk. Dan pertanyaan kamu, bagaimana malaikat mengetahui tentang Nabi Adam?
Mungkin karena Allah SWT memberitahu untuk mereka ini. كيف؟ جيد. كم تعطيه من 100؟ ما شاء الله ما شاء الله. هو مكث عندكم أظن 6 أشهر 4 أشهر 70%. أنا لو بقيت ممكن سنة أخذ 30%. ما شاء الله. لا ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله عليك. أين المترجم؟ تعال ترجم لي الأسئلة. جيب الكرسي عندي وترجم. أنت تترجم لي. كرسي لك. Aku merabas aja di sini. طيب اشرح سؤالك لهم. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala firman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat menjawab, apakah kamu ingin menciptakan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Nah, pertanyaan saya, dari mana malaikat bisa mengeluarkan perkataan seperti itu? Dari mana malaikat bisa tahu bahwasanya yang ingin diciptakan ini, khalifah ini, akan membuat kerusakan di muka bumi? Itu pertanyaannya. الجواب قال بعض المفسرين أن خلق الجن كان قبل خلق الإنس. والجن قد أخطأوا وسفكوا الدماء فيما بينهم، يعني أصبحت حروب بين القبائل الجنية، فالجن كالإنس يعني فيهم قبائل مختلفة، فقالوا كيف توجد جنسا آخر وقد يا ربي أفسد هؤلاء الجن عندما خلقت جنا فتنافسوا وتقاتلوا، فربما كان هذا الجنس المخلوق الجديد أيضا يتقاتل كما تقاتل هؤلاء الجن. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya penciptaan malaikat ini bisa tahu karena jin itu diciptakan lebih dulu daripada Adam tadi, manusia, dan jin yang diciptakan lebih dahulu ini banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, sehingga para malaikat bertanya kepada Allah, bisa jadi yang akan Allah ciptakan lagi ini, khalifah ini, Nabi Adam ini, membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa jin. Soal tadi. السؤال الثاني. نعم. ترجم. Pertanyaannya, apa beda antara jin, setan dan iblis? من يعرف الجواب؟ Siapa yang bisa jawab? من يعرف الجواب؟ من يعرف الجواب منكم يا اخوان؟ Setan itu adalah sifat dari jin, dan iblis adalah badannya para jin, dan jin adalah ما يقول؟ يقول أن الشيطان صفة للجن، الشيطان صفة للجن والإبليس ملك الجن. جواب يعني ممتاز جدا، وأحتاج أن أكمل معه أساعده. Jawabannya bagus dan saya ingin menyempurnakannya lagi. إبليس هو إبليس، تعرفونه. Iblis adalah iblis, kamu tahu semua. مثل آدم أول البشر وإبليس أول الجن. Seperti Adam manusia pertama, sedangkan iblis adalah jin yang pertama. واضح؟ إذن من أول البشر؟ من أول الجن؟ آدم هل تزوج؟
نعم بمن؟ بحواء، فأنجبت منه. إبليس هل تزوج؟ لا ندري، الله أعلم، لا ندري، هذا غيب، هذا غيب لا نعلم. كيف جاءت له الذرية؟ الله أعلم. تكلم. Tadi tanya apakah jin itu menikah, kita jawab ya, kata saya, wallahu alam, nggak tahu, kita nggak ada keterangannya perkara kayak. Terus bagaimana jin itu bisa punya keturunan? Wallahu alam, juga nggak tahu gimana. هؤلاء الجن الذين قد خرجوا من إبليس فيهم ذكور وإناث وفيهم يتزوجون. Ini semua jin yang keluar dari iblis itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, inilah yang mereka nikah satu sama lain. لكن من أمهم لا ندري. Nah, tapi siapa ibu mereka, maksud istrinya iblis, nggak tahu siapa. فلا نثبت أما ولا ننفي الأم. Jadi kita nggak menetapkan bahwasanya para jin itu punya ibu, dan juga kita tidak mengatakan para jin itu nggak punya ibu, karena nggak tahu. فمن آمن منهم فهو جني ومن لم يؤمن فإنه شيطاني. Barang siapa beriman kepadanya, percaya, maka dia jin. Kalau yang nggak beriman, maka dia syaitan. Maksudnya dari bangsa jin yang beriman kepada Allah, dia jin. Bangsa jin yang nggak beriman kepada Allah, maka dia adalah syaitan. ولهذا الله يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Makanya Allah firman, setan dari kalangan jin dan manusia yang saling membisikkan satu sama lainnya dengan menghias-hiaskan perkataan dan menipu. ولذلك إذا رأينا الإنسان يفعل أشياء خطأ نقول أنت شيطان. Jadilah kalau kita melihat manusia berbuat kesalahan, kita mengatakan dia ni setan yang kau ni. لكن لا نقول أنت جني. Tapi kita nggak bilang jinian kau ni. عندكم أنتم بالأندونيسي شيطان وجني أيضا؟ ما تقول شيطان هكذا؟ وجني وجني وشيطان شيطان شيطان والجني جن. أنتم تسرقون اللغة العربية. ها؟ الشيخ استخرج من لغتكم الأندونيسية، استخرج أكثر من 100 كلمة عربية. قل لهم. Anda tadi kemarin ngasih kepada Syekh kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab lebih dari 200 kata. Serahkan ke Syekh. فأنتم لا بد أن تحفظوا كل الكلام العربي إن شاء الله. Kamu semua harus bisa hafal semua perkataan Arab. ما يكفي 200. Cukup 200. أكثر من ذلك. Lebih dari itu semua. طيب فهمتم الفرق بين الجن والشيطان؟ عرفتم الفرق بين الجن والشيطان؟ نعم، هذا الفرق هو بين الجن والشيطان. نعم. سؤال ثاني. تفضل. لأنكم قلتم قبل قليل أن في يوم الجمعة بعد أن خلق الله السماوات والأرض في يومين ثم خلق بعد يوم وفي يوم الجمعة قبل نهاية وقت العصر خلق آدم. لا بعد العصر. وعندما خلق آدم هذا طبعا صدر قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. إذن لم يخلق لم يخلق مخلوق الجن والآدم قبل ذلك اليوم. لا، خلق آدم وخلق الملائكة وهؤلاء بعد العصر. قال إني جاعل في الأرض هو في السماء الآن فوق، فقال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هم لم يعلموا بأنه آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. يوم الجمعة ويوم السبت والأحد للأخرى يعتبر تشبها. كيف؟ الأكل الأخذ نتخذ يوم الجمعة ويوم السبت للأخرى جزاء لسمى تشبها للكفر. اتخاذ يوم السبت ويوم الأحد إجازة يعتبر تشبها للكفر. ترجم. Apakah kita menjadikan hari Sabtu dan hari Minggu itu sebagai hari libur termasuk menyerupai kaum orang kafir? الضعيف دائما حتى في الحيوان يقلد القوي.
yang orang-orang yang lemah sampai hewan-hewan pun yang lemah akan mengikuti langkah-langkah yang kuat. والقوي لا يمكن أن يقلد الضعيف. Nah, yang kuat nggak bakal ngikutin yang lemah. وللأسف نحن المسلمين اليوم ضعفاء Dan kita orang muslim sekarang itu lemah. والكفار أقوياء. Orang kafir itu kuat. نحن نتكلم اللغة الإنجليزية Kita berbicara dengan bahasa Inggris, ولكن هم لا يتكلمون لا عربية ولا أندونيسية. tetapi mereka nggak berbicara bahasa Arab, nggak juga bicara bahasa Indonesia. ونحن نلبس مثل لباسهم Kita pakai pakaian seperti pakaian mereka. ولا يمكن أحد أوروبي أو أمريكي يلبس لباس لا عربي ولا أندونيسي. Dan orang-orang Barat itu, orang Eropa nggak bakal pakai pakaian seperti pakaian orang Arab atau pakaian orang Indonesia. حتى أكلهم وطعامهم Sampai makanan dan minumannya juga. نأكل مثلهم Kita makan seperti makanan mereka. وحتى ملابسهم وحتى قصات شعورهم نقلدهم. Sampai pakaian-pakaian mereka, sampai cara potong rambut mereka juga kita ikuti. بل حتى حلق اللحى نحلقها لأننا نقلدهم. Sampai pun mereka motong janggut, kita memang motong janggut. ونساؤنا تقص شعورها تقلد نساءهم. Dan wanita-wanita kita juga mendandani rambutnya seperti rambut-rambut mereka. حتى الاختلاط جاء من عندهم. Sampai campur baur laki-laki perempuan pun datang dari mereka. قبل 100 عام من الآن لا يوجد امرأة تكشف وجهها يهودية أو نصرانية أو مسلمة، كلهم كانوا يلبسون الحجاب الكامل. Sebelum 100 tahun dari sekarang, 100 tadi? Kau belum 100? 100 سنة 100. Nah, sebelum 100 tahun sebelum ini, tidak ada kita dapatin orang-orang Yahudi, Nasrani, Muslim itu yang buka wajahnya. Mereka pakai jilbab yang bagus semua, pakai baju yang syar'i. ثم بدأ هناك نساؤهم يخلعن بعض الملابس حتى أصبح النصف يظهر، ثم تبعهم نساء المسلمين فأصبحت نساؤنا نصف الجسم يظهر. Kemudian setelah itu mulailah wanita-wanita kafir itu membuka pakaiannya sehingga tampak separuhnya. Nah, setelah itu kita juga betina-betina kita melok ikutin buka pakaian juga sampai terjengok separuhnya. حتى المدارس أصبحت مختلطة. Sampai pun sekolah-sekolah mulai bercampur baur. حتى الخمور بدأت تباع بين المسلمين. الخمر. Sampai minuman keras juga mulai dirasakan oleh kaum muslimin. وحتى الربا تعامل المسلمون بالربا كذلك. Sampai pun riba, orang-orang Islam juga ngikut bermuamalah dengan cara riba. وحتى الراحة والإجازة أصبحوا يأخذون يوم السبت ويوم الأحد وهذا هو التشبه كذلك. Sampai juga kita mengambil hari libur hari Sabtu dan Minggu, dan ini pun mengikuti mereka. نحن لا نستطيع أن نغير شيئا. Kita tidak bisa nak merubahnya lagi. لا يمكن تقول أنا لن أذهب يوم الجمعة إلى المدرسة وسوف أدرس يوم السبت والأحد، ليس بإمكانك. Nah, tak baca kita nak ngomong, aku dah galak sekolah hari Jumat. Nah, kalau sekolah hari Sabtu Minggu tak bisa. هل يمكن أن تجلس الجمعة في بيتك ولا تدرس تقول أنا أحب يوم الجمعة فلا أذهب؟ Apa bisa kita duduk di rumah tidak belajar dan ngomong saya suka hari Jumat dan sehingga tidak belajar yang duduk di rumah? هل يمكن؟ Mungkin tak? وإذا أغلقت المدارس يوم السبت تذهب لوحدك تدرس في المدرسة. Kalau kita maksakan diri datang hari Sabtu, maksudnya kalau kita hari Minggu datang lewean, main lewean yang belajar. يمكن ذلك؟ Bisa tak? لكن ندعو الله كثيرا إن الله يصلح أحوال المسلمين. Tapi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin. فإذا أصبح المسلمون أقوياء صارت كل عقيدتهم وعباداتهم تنتشر في العالم. Kalau orang muslim jadi kuat, akan jadilah ibadahnya ya semuanya itu akan menyebar ke alam. والله أعلم. السؤال آخر. Soal terakhir. السؤال أخير. أو ننتهي. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا اخواني اين الاخ هداية الله هو انت، واخ محمد افري اجي، هكذا اسمك محمد افري اجي، افري
أفريقيا، على وزن أفريقيا يعني أفريقيا، ما شاء الله. وأبو البراء، أبو البراء وبام بانج براسيبتو أحمد وفي، هكذا. بام بانج براسيبتو أحمد وفي، هكذا. ما شاء الله. بام بانج اسمك ولا العائلة؟ اسمك باس بام بانج، بام بانج، بام بانج. ثم براسيبتو أبوك. سبحان الله، اسمك بام بانج براسيبتو، يعني من أراد أن يناديك يقول بام بانج براسيبتو، هكذا. ها؟ يكفي. سبحان الله. كل دولة عندهم أشياء خاصة بهم، في كل دولة عندهم أشياء خاصة بهم. في أوغندا من العجيب، إذا جئت إلى بيت صديقك فجاءت بنته الصغيرة تسلم عليك تجلس، ونحن بالشارع نمشي إذا رأينا بنات مسلمات السلام عليكم يجلسنا ويقولن عليكم السلام، يجلسنا كل أوغندا، والأولاد تسلم عليهم وهم واقفون. كل أوغندا تذهب إلى أي مكان بهذه الطريقة. في الباكستان إذا رأى امرأة لا تحتجب عنه، يعني بنت أخيه أو بنت أخته، يضع يده على رأسها، هذا السلام عندهم، يسلم عليها هكذا، يضع اليد عليها هكذا، صغيرة أو كبيرة. في نيجيريا إذا رأوا الشيخ يمشي في الشارع فسلم عليهم يقولون هكذا. أي واحد يقول هذا يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز. لكن هذه هكذا تكون تحيتهم. الإخوة السودانيين في السودان لهم طريقة أخرى يعرفها الشيخ، إذا أردت أن تسلم يضع يده من هنا خلفك، أليس كذلك؟ خلفك هكذا، ثم يتعانقون من الخلف، ولا يكاد أحد من غير السودان يفعل هذه، هي خاصة بهم، يجعلون هكذا. نحن نختلف، نحن إذا سلمنا نعانق هكذا، ثم نقبل رأس الأب أو رأس الأم أو رأس الكبير. فكل بلد له عادات. في نيجيريا رأيت شخص اسمه محمد السادس، كان يحضر معنا في دورة في نيجيريا في كانو، فقلت محمد السادس يعني كيف؟ قال عندي إخوان، الأول اسمه محمد الأول، ومحمد الثاني، ومحمد الثالث، ومحمد الرابع، ومحمد الخامس، ومحمد السادس، هكذا أسماءهم. يقول هكذا عندنا كثير بهذا الشكل، يعني عندهم يعني اختلافات، كل بلد يختلف عن الآخر. سبحان الله العظيم. وكل ما إنسان يدخل مع الناس ويجتمع ويختلط بالناس يرى يعني عادات وتقاليد وأنظمة أشياء يعني غريبة كل الغرابة. في المغرب شيء آخر، في المغرب العربي اسمه ماذا تسمون المغرب؟ ماروكو يعني المغرب. في المغرب جاءني في رمضان شخص، كنا صائمين في رمضان، فقلت تفضلوا معنا، فتفضلوا. كان من بين الضيوف رجل مغربي، فنحن نأكل الطعام وهو يأخذ السفرة. تعرفوا السفرة؟ أبو صالح ما هي السفرة؟ اسمها عندكم لامي مكان. يأخذ اليمي مكان ويقول هكذا هكذا هكذا، وأنا أستغرب، يأخذ لامي مكان لامي مكان، صح يا شيخ؟ صح؟ لامي مكان، ويقول هكذا ونحن نأكل. فنظر إلي وقال تستغرب أفعل هذه؟ قلت نعم أستغرب. قال نحن في المغرب عندنا طريقة، نجعل مثلا 5 لما مكانه 5 فوق بعضها، فنأتي مثلا بالأرز، فيأكل الضيف يأكل، ثم نأخذ الرز والسفرة الأولى نذهب، نأتي بالموز فيأكل الموز، ثم نأخذ السفرة الثانية ونذهب بها، فنأتي بالفواكه ثم يأكل منها فنأخذ. فيقول نحن نضع الأطعمة بعدد تلك السفر، فأنت إذا جئت عندي وتلمس هكذا كم هي 4 أو 5 تأكل، يعني إما ربع إذا كانت 4
أو خمس إذا كانت خمس. لا تأكل بالأول بكثرة ثم يأتي الأخير ما تأكل، تعرف بعدد السفر كم سيأتي من طعام. فقلت له أنا أخبرك بأنه ليس عندي إلا هذا فقط فلن أزيد شيئا. عندك أنواع الأكل تأكل مرة واحدة، وعندي سفرة واحدة فقط، ليس عندي غيرها، تأكل ما شئت كل ما شئت، فإذا ذهبت وذهب الطعام لا يأتي مرة أخرى. فقال نحن في المغرب هكذا نصنع، نضع السفر متعددة بحسب ما سنقدم لك من الطعام. لذلك لابد أن تعرف إذا كنت في المغرب لا تكثر الأكل، وإذا كنت في السعودية أو في السودان أو في لا كل ما شئت، لأن هذا هو أول وآخر الطعام. طيب أحمد رفيق، أحمد رفيق أنت ما شاء الله. وأول الدين آخر الدين، آخر الدين أيهم؟ هناك. طيب فريد السقاف، فريد السقاف. إيدي سواوايو أو سواريو، سوارنو، أين هو؟ أين؟ اختبر هو. كيف شكله هذا؟ إيدي لحية طويلة. محمد هدايات مبارك، محمد هدايات مبارك أنت ما شاء الله. هدايات مبارك اسم جميل، هداية وبركة ما شاء الله. ومحمد. عيد الفطري ما شاء الله، عيد الفطري ياخشه، ينشه بالنون، ينشه، عيد الفطري ينشه. وإن شاء الله ابنك عيد الأضحى فهذا جميل. ما اسمك عيد الأضحى ابن عيد الفطري، يكون جميل. أنا إن شاء الله أني أدعوك أن من هذا اليوم سأسميك يا أبا عيد الأضحى. هذا أسماء والله جميلة، أسماء الشرعية كذا تذكر الإنسان سبحان الله بالحج وتذكرهم برمضان، تسمع. بل حتى إذا كنت متعبا وحزينا فجاءك هذا الشخص، أوه جاء عيد الفطر، فيفرح. رحم الله أبا سماك هذا الاسم وجزاه الله خيرا، رحم الله أبا سماك هذا الاسم وجزاه كل خير. هذا الأسماء التي قلتها ما شاء الله كانت إجاباتهم يعني جميلة جدا في الاختبار بالنسبة لي. لو لعل ننظر إلى الشيخ خالد كيف تكون تصحيح، ثم نعلن إن شاء الله النتيجة لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونترككم مع ربكم في هذا الوقت المبارك.